بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وعلى عباده الذين اصطفى، وصلى اللهم على المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم محمد بحير المحامي من مدينة تلا محافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية. أهلا بكم من جديد، وعذرا للانقطاع. بفضل من الله وبتوفيق منه، الحمد لله رب العالمين، قد أصدرت كتابي الأول بعنوان نقد الظهور. نقد الظهور. وكنت أود أن أشارك معكم هذه المناسبة على اعتبار أنني قد تناولت فيه بعض الموضوعات التي قد تثير جدلا حول تصحيح مفهوم القصص القرآني. كنت فيما سبق تناولت بعض الموضوعات على هذه القناة، وكنت قد زفتها إليكم وتحدثت فيها معكم، وأردت جمع هذه القصص بشرح جديد وبرؤية جديدة في كتاب نقد الظهور. وقد اخترت موضوعات 6 منهم ما قد نشرناه وتحدثنا فيه على هذه القناة فيما سبق، ومنهم ما هو جديد. وقد تناولت 6 مباحث في هذا الكتاب، 6 فروع في هذا الكتاب، ومنهم على سبيل المثال اللي احنا اتكلمنا فيه، يعني المبحث الأول الخلق قبل آدم عليه السلام، وأن آدم أتى من نسل قبله، ودي تحدثنا فيها. ويمكن يعني في الكتاب هنا باستفاضة شوية وفي أدلة، على اعتبار أن المرجعية الفكرية بتبقى أثمن. أنا لما حاولت أناقش القصة دي على القناة من تقريبا من سنة أو سنة ونص، اكتشفت ان فيه يعني في تصلب، في تجمد في العقل الجمعي. هي رؤية جديدة، واحنا بنحاول من خلال الرؤية الجديدة دي ان احنا نطرح مفاهيم جديدة اللي هتفتح لنا آفاق أخرى في تناول القصص القرآني. والمبحث الثاني كان من هو الأب الحقيقي لسيدنا إبراهيم عليه السلام. والمبحث الثالث حقيقة مقتل سيدنا يحيى عليه السلام الزائفة، وقد تناولت هذا الأمر فيما سبق، يعني من حوالي 4 سنين تقريبا. المبحث الرابع وهو ده الجديد في هذا الكتاب، سيناء الحقيقية التي تجلى الله عليها، أين توجد وأين عاش موسى عليه السلام. والمبحث الخامس هو حقيقة ذو القرنين. والمبحث السادس من هم أصحاب الفيل. وإن شاء الله سنفرد حلقات مطولة لشرح هذه الموضوعات مرة أخرى وتناولها. كم السعادة يا سادة في نشر أول كتاب لي، على اعتبار يعني فيما سبق كنت قد كتبت بعض الكتابات وأنا أعطيتها اسم رسائل. هي لا تزال حبيسة الأدراج، لكن أول تجربة منشورة ومكتوبة ومنقحة هي تجربة نقد الظهور. وقد اخترت هذا العنوان على اعتبار أن كلمة نقد هذه تعني هدم، ومفاده أنني أحاول برؤية العقل والمنطق تصحيح ما أثير حول القصص القرآني. طبعا الرؤية دي هتجيب لنا مفاهيم أخرى ومباحث أخرى طويلة جدا جدا جدا، نقدر من خلالها نعرف تضارب لغة السياسة اللي بتتم في الوقت الحالي مع المفاهيم اللي احنا تربينا عليها. دي حاجة. الحاجة التانية، على مدار القراءات والبحث، على اعتبار ان النهج الفلسفي عندي يعني بيستحوذ على جزء أكبر من تفكيري، إلا أنني كنت أجد أن هناك نزاع دائم على مدار التاريخ، نزاع فكري ما بين أهل الفلسفة أو أهل البرهان وبين الشريعة أو أهل الدين. ولقيت أن هذه المعركة معركة زائفة لا أساس لها من الصحة، على اعتبار أن الفلسفة فيها دعوة للفكر ودعوة لبحث الأمور
وفيها دعوة لمستنتجات من المعطيات اللي بيديها لنا النص القرآني. وهنبدأ باستفاضة يعني إن شاء الله وقت ما نيجي نبدأ في شرح هذا الكتاب. هنقول القصص القرآني من الناحية التاريخية مش كلها جت في القرآن. على سبيل المثال مثلا حرب البسوس، ودي أو حرب داعش والغبراء، دي استمرت في مكة قرابة 40 سنة، لم يرد عنها شأن في القرآن. ولا يمكن أن ننظر إلى الكتاب الكريم، القرآن الكريم، على اعتباره أنه كتاب تاريخ، لكن النظرة القصصية أكيد لها دلالة. هي مش مجرد حكاية جت علشان يحكي فيها حكاية ناس عاشوا قبلنا وانتهوا، لا، هي أكيد لها دلالة. ده اللي هنعرفه إن شاء الله من خلال شرح ما تولناه، ما يعني ذكرناه من مباحث في كتاب نقد الدهور. وإن شاء الله أرجو المتابعة وأرجو الترويج. كم أنا سعيد باستصدار هذا الكتاب، وسعيد إني بدأت أدخل في شريحة البقاء الدائم، على اعتبار يا سادة، ودي دعوة مني إن أنا بشجع كل الناس، الذي يكتب لا يموت، الذي يكتب لا يموت. قد تناولت هذا الأمر في جميع حلقاتي وقلت الكتاب ليه سر في بقائك أنت، سواء من الناحية الفكرية، من الناحية العقائدية، من الناحية الاجتماعية. الحاجات دي أو العادات أو الموروث الديني أو العقائدي أو الموروث الفكري موجود بفضل الكتاب. نصيحة: أي حد يخطر بباله فكرة يدونها ويحاول يبحث فيها عن الأثر اللي بيصحح به المفاهيم الأخرى، ويكتب رؤيتك الخاصة. هو مش في مجال إثارة الفتن قدر ما هو مجال تصحيح المفاهيم اللي تصلبت في الفكر عندنا وخلت عندنا جيل مفيش عنده فرصة للتفكير. والأمر ده احنا مشينا عليه ما يزيد عن 1300 سنة، على اعتبار ان بدأ وضع الفكر الإسلامي في استقرار الدولة العباسية، يعني في بداية القرن الثالث الهجري. احنا النهاردة في القرن ال15 الهجري، وخناقة كبيرة قوي طائفية وعقائدية على أمور تاريخية. والأمور اللي نالت تفسير القدامى، على اعتبار ان الصحاح في التفاسير زي ما سموهم أهل العلم، اكتشفت ان كله نقل عن اليهود، وانه كله شرح دون مراجعة ما كتبه اليهود. وده بقى اصبح باب كبير قوي في العلم عندنا اسمه باب الاسرائيليات. ده مدخل لكتاب نقد الدهور، اردت الافصاح عنه واردت مشاركتكم معي هذه الفرحة التي اعيشها. ان شاء الله هيكون في 6 حلقات، كل حلقة مفردة لشرح مبحث تلو الآخر. الوقت الحالي أنا مشغول في كتابة كتاب آخر في علم شائك جدا، وهو شرح مثلث الغزالي. ده باب عالي قوي في علم الحرف، وأنا كنت برضو مما يزيد عن 4 سنوات تناولت علم الأوفاق وشرحت بعض الشروح البسيطة في علم الحرف. خلينا الأول في نقد الدهور، وخلينا في شرح ما جاء في نقد الدهور، وإن شاء الله ربنا يجمعنا بيكم في استصدار الكتاب الثاني، وتشاركونا آرائكم، وأنتظر تفاعلكم معايا على هذه القناة، على اعتبار إن مدادنا يعني الفكري يوصل لعدد كبير أوي من الناس. ومتشكر جدا لكل اللي بيدعمني وكل اللي متابعني، سواء في مصر أو في خارج مصر. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة مع المبحث الأول من كتاب نقد الدهور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.